عمرك حسيت انك مضغوط بسبب انك مش قادر تقول لا؟ بتلاقي نفسك بتوافق على حاجات غصب عنك لمجرد انك مش عايز تزعل حد. طب ايه رأيك لو اقولك انك تقدر ترفض اي حاجة من غير ما تحس بالذنب او الاحراج؟ كتاب كيف تقول لا لسوزان نيومان هو دليلك علشان تتعلم ازاي تحط حدود من غير ما تخسر الناس، وازاي تحافظ على وقتك وطاقتك من غير ما تفضل طول الوقت بتحاول ترضي الكل على حساب نفسك. هتتعلم ازاي ترفض الطلبات اللي مش مناسبة ليك باسلوب ذكي، وكمان ازاي تتعامل مع الشعور بالذنب بعد ما تقول لا بكل ثقة. لو بتواجه مشكلة انك مش عارف ترفض، الكتاب ده هيكون المفتاح اللي يخليك تاخد قرارات تناسبك وتعيش حياتك بشروطك. في كتاب كيف تقول لا بتوضح سوزان نيومان ان السبب الرئيسي لصعوبة الرفض هو التنشئة الاجتماعية، ان الرفض ممكن يزعل الناس او يخلينا نبان انانيين. ده بيخلينا نحس بالذنب لما نقول لا حتى لو كان الطلب ضد رغبتنا. نفهم ان رفض شيء معين مش معناه رفض الشخص نفسه، وان لا ضرورية للحفاظ على توازن حياتنا وراحتنا النفسية. بيكون صعب علينا نقول لا بسبب الخوف من العواقب. الخوف ده بيكون من رد فعل الناس، زي اننا نزعلهم او نخسر علاقتنا بيهم. احيانا بنحس ان كلمة لا هتوصلنا للرفض الاجتماعي او ان الناس تحس اننا انانيين. الكتاب بيأكد انه رغم الخوف ده، رفض الطلبات لازم يكون بشكل لبق، يعني في الحقيقة طريقة لحماية نفسنا وضمان حياتنا تكون متوازنة. صعب نقول لا بتيجي من الاعتماد على القبول الخارجي، يعني احنا بنحتاج لإثبات قيمتنا من خلال موافقة الآخرين علينا. ده بيخلينا نخاف من الرفض او عدم قبولنا لو قلنا لا. دايما بنحاول نرضي الناس علشان نحس بالقبول والتقدير. الكاتبة بتأكد ان تحديد اولوياتنا بتساعدنا ان احنا نكون اكثر صدقا مع انفسنا. في كتاب كيف تقول لا، الكتابة بتوضح ان لما نقول نعم طوال الوقت، ده بيؤدي لاستنزاف وقتنا وطاقتنا. بنوافق على حاجات مش مهمة لينا علشان نرضي الناس، وده بيخلينا نضيع وقتنا في حاجات ما تهمناش. مع مرور الوقت ده بيأثر على راحتنا وبيخلينا نحس بالإرهاق والضغط. كلمة نعم طول الوقت بتؤدي للضغط النفسي والإجهاد، لأننا بنوافق على حاجات أكتر من طاقتنا، وده بيخلينا في حالة توتر علشان نحاول نلبي كل حاجة في نفس الوقت. ومع الوقت ده بيؤدي للإرهاق واحساس اننا مش قادرين نلحق كل الالتزامات اللي علينا. ده بيخلينا نفقد التوازن في حياتنا وبيأثر على صحتنا النفسية والجسدية. في كتاب كيف تقول لا، سوزان نيومان بتوضح ان كلمة نعم دايما بيكون لها تأثير سلبي على العلاقات. لما بنوافق على كل طلبات اللي حوالينا، بنخليهم يعتمدوا علينا بشكل مفرط، وده ممكن يؤدي لاستغلالنا. ده بيخلي الناس متوقعين مننا دايما الموافقة، وبالتالي بنفقد احترامهم لحدودنا. مع الوقت ده بيخلي العلاقات مش متوازنة، واحيانا بتيجي مشاعر الاستياء من الجهتين. الكتاب بيعلمنا ان كلمة لا ضرورية للحفاظ على علاقة صحية ومتوازنة. لو عجبك الملخص ما تنساش تدعمنا بلايك وتشير الفيديو مع اصحابك وتشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. نرجع تاني لملخص كتاب كيف تقول لا للكاتبة سوزان نيومان. لما بنكون واعيين لاحتياجاتنا ونفهم قيمة وقتنا وطاقتنا، بنقدر نقول لا من غير شعور بالذنب. ده بيخلينا نكون اكثر توازن في علاقتنا مع الاخرين. الوعي الذاتي بيساعدنا نعرف امتى نقول نعم وامتى نقول لا بطريقة تحافظ على احترامنا لذاتنا وللاخرين، وبالتالي بنقدر نعيش حياة متوازنة وصحية نفسيا. الكتابة بتوضح ان تعلم قول لا بثقة واحترام مهم علشان نحافظ على حدودنا من غير ما نسبب ضرر لعلاقاتنا. كلمة لا بطريقة ذكية معناها اننا نرفض الطلبات بلباقة من غير ما نجرح مشاعر الشخص التاني. الكتاب بيشجعنا نكون صادقين مع نفسنا ومع اللي حوالينا، ونكون واعيين لاحتياجاتنا الشخصية. في كتاب كيف تقول لا، سوزان نيومان بتوضح استراتيجيات عملية لقول لا بثقة واحترام. واحد، الرفض المهذب والواضح، يعني انك ترفض الطلب بشكل مباشر لكن بأدب، زي انك تقول شكرا على العرض لكن مش قادر اقبل. ده بيبقى واضح ومباشر من غير لبس. التأجيل كتكنيك بديل، بدل ما ترفض على طول ممكن تقول خليني افكر في الموضوع وارد عليك. ده بيدي فرصة ليك للتفكير قبل ما تتخذ قرار نهائي. 3، تقديم بدائل لكن بحذر. ممكن ترفض الطلب لكن بشكل لطيف وتقدم بديل مناسب، لكن لازم تكون حذر علشان ما تبالغش في تقديم حلول لا تستطيع تنفيذها. من خلال التمرن على الرفض في مواقف بسيطة وغير مهمة، وبكده هتقلل من شعورك بالذنب او القلق. لما ترفض حاول تكون واضح ومباشر من غير ما تبرر كتير علشان ما تخلقش مواقف معقدة. مش كل الناس هتكون متضايقة لما تقول لا، في ناس هيفهموا ويقدروا احترامك لحدودك.
حدودك، وده مش هيأثر سلبا على علاقتك بيهم. ودول كانوا 6 استراتيجيات عملية لقول لا. في كتاب كيف تقول لا سوزان نيومان بتشرح ازاي كلمة لا بتساعد في بناء حياة اكثر اتزان. لما تتعلم تقول لا بشكل صحي بتقدر تتحكم في وقتك وطاقتك، وبالتالي بتحافظ على توازن حياتك. الرفض بيساعدك تركز على الاولويات الحقيقية اللي تهمك بدل من التضحية بوقتك وطاقتك في حاجات ملهاش اي فايدة. تعزيز الاحترام الزايد بيؤدي الى اننا نوافق على طلبات غير مناسبة علشان نكسب رضا اللي حوالينا. ده بيخلينا نضحي بحدودنا الشخصية، وده في النهاية بيأثر على راحتنا النفسية. لما نكون دايما مهتمين برضا الناس بننسى احترام انفسنا واحتياجاتنا. علشان كده كلمة لا بثقة واحترام بتحافظ على احترامنا لذاتنا. سوزان نيومان بتشرح ازاي كلمة لا بتساعد في تحسين العلاقات وبناء حياة اكثر اتزانا. لما بنرفض طلبات بشكل لائق بنوضح للاخرين حدودنا واحتياجاتنا. ده بيخليهم يحترموا وقتنا وطاقتنا من خلال وضع حدود واضحة. بنقلل من الاستغلال او الضغط في العلاقات، وبكده بنبني علاقات اكثر توازنا وصحة. لما نرفض الطلبات اللي مش مناسبة لينا بنحمي وقتنا وطاقتنا من الاستنزاف. ده بيساعدنا نركز على اولوياتنا الحقيقية، وبنتجنب الانشغال بالمهام اللي بتضغط علينا. من خلال وضع حدود صحية بنقدر نتجنب المواقف اللي بتسبب لنا التوتر او ارهاق نفسي، وبكده بنعيش حياة اكثر هدوءا وتركيزا. الخلاصة قوة لا في تغيير حياتنا بتكمن في انها بتمنحنا القدرة على وضع حدود واضحة بيساعدنا على حماية وقتنا وطاقتنا. لما نتعلم نقول لا بثقة هنقدر نركز على اولوياتنا ونحسن نوعية حياتنا. بتعلمنا لا نتجنب الاستغلال والضغط النفسي، ونبني علاقات اكثر توازنا وصحة. بتساعدنا على التطوير الشخصي والعيش بسلام داخلي بعيدا عن الانشغال بكل طلب من الاخرين. في النهاية لا هي اداة قوة بنستخدمها لتحقيق الاستقلالية والاحترام الذاتي. وبكده نكون انتهينا من تلخيص كتاب كيف تقول لا للكاتبة سوزان نيومان. شكرا على متابعتكم لينا من خلال تلخيص اللي قدمناه. نتمنى ان احنا نكون عند حسن ظنكم دايما. لو عجبكم الملخص ما تنسوش تدعمونا بلايك واعمل شير للفيديو واشترك في القناة. لو في اي اقتراح من خلالكم تقدروا تكتبوه في التعليقات، هيساعدنا ان احنا نطور من نفسنا بشكل افضل.